السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ صوت واضح أخوان؟ هل الصوت واضح؟ الصوت واضح. شكرا لكم. كنت أنا باش نعلن استبصاري لأهل البيت ولا الطريقة اللي اهتديت بها المذهب أهل البيت، إلا أنه صار لي معناها خلل في المايك واتأخرت، وحبيت معناها نغتنم الفرصة بحضور الأخ خادم، وتكون معناها الطريقة الذي قدمها الأخ خادم والطريقة الذي كان تسمحوا لي بالوقت التي سأقدمه أنا إذا سمحتوا لي ببعض الوقت. وحبيت أنا معناها الأخوان اللي يكونوا موجودين معناها يستفادوا، لأنه أنا معناها عندي كتب، أكثرية الكتب كانت من كتب من أهل السنة والجماعة التي اعتمدتها بالمراجع، وللإخوان كونهم معناها ينجموا يحملوها الكتب هذه لأنها موجودة على الانترنت. وأنا سوف أبدأ كما معناها بدأ الأخ خادم. أنا من تونس كما تعلمون، وبما أن في تونس نحن على المذهب المالكي، وفي تونس ليس هناك معناها عديد من المذاهب. عنا المذهب المالكي وعنا قليل من الصوفية الموجودة في جنوب التونسي، ولم تكن لنا ثقافة كبيرة أو علم بأن هناك مذهب اسمه مذهب أهل البيت، إلا بعد استبصار الدكتور التيجاني وصدور كتابه ثم اهتديت. صحيح هو أن في تونس والمغرب عموما هناك ثقافة موروثة من الدولة الفاطمية، مثل الاحتفال بعاشوراء، كذلك نسمي كثيرا اسم الحسن والحسين وعلي وفاطمة وصلوات الله عليهم، ولكن لم تكن لنا فكرة واضحة وأن هناك مذهب لأهل البيت. إنما كنا نرى أن الحسن والحسين هما حفيدا النبي صلوات الله عليه، وفاطمة الزهراء هي ابنته صلوات الله عليه، وأن علي صهره وكفى بالله رحيما، وأن أبو بكر وعمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان هم الصحابة المقربون للرسول، وهم الذين نصروا الإسلام بعد الرسول. ونجد الكثير من الفضائل لهؤلاء الصحابة، وانحصرت فضائل أهل البيت وبقيت محصورة في صفحات الكتب، ولم يتم إحيائها والتعريف بها، وتركت وكادت لا تذكر إلا في إطار مناظرات. وهذا معناها ظهر لي الإخوان الكل معناها يوافقوني في المسألة هذه، لأنه معناها فضائل أهل البيت لا تذكر إلا في بعض المناظرات. بعد قراءة معناها كتاب التيجان وجدت نفسي أقرأ حقائق لم أقرأها أو أسمعها من قبل، ومن هنا قررت أن أبدأ البحث. بما أن مذهب أهل البيت هو مذهب محاصر، وددت أن أعرف موقف الشيوخ المعاصرين من هذا المذهب، فوجدت أن أحسن الله ظهير، وأنا عندي بالصوت لمن معناها أراد، في محاضرة قام بها في مجد وهي بالصوت، والكتب متاعه موجودة على الانترنت، والدكتور سالوس كذلك أحسن الله ظهير. هذا الفريق هو أحسن الله ظهير والدكتور سالوس وناصر الدين القفاري ومحمد ومحي الدين الخطيب يكفرون الشيعة، وشق آخر من علماء السنة المتأخرين يعترفون بأن مذهب أهل البيت هو يعتبر مذهب يجوز التعبد عليه، وهم لا يكفرونهم ويعدوهم من المسلمين. كذلك علماء السنة المتأخرين لم يكفروا الشيعة، مثل الشهرستاني في كتاب الملل والحل وابن أثير ولا آخره. من هنا بدأ البحث. إذ أن هناك فريقين، فريق يكفر وفريق لا يكفر، إذن فلا بد من البحث في طرح الفريقين، والبحث هل هو الحق مع الفريق الأول أو أنه مع الفريق الثاني. كذلك من علماء السنة المتقدمين الذين يكفروا مذهب أهل البيت هم من العلماء عبد الحليم الجندي، محمد بن الزهرة، والكتب موجودة عندي، موجودة على الانترنت، الإخوان اللي يحبوا يرجعوا، محمد المدني والعالم محمد الغزالي والشيخ شلتوت. إذ كتابعنا الفريق الأول الذي يكفر الشيعة، حبيت نشوف أنا شنو المسائل التي اعتمد عليها في تكفير معناها مذهب أهل البيت، فوجدت بأنه يقول بأن هذا المذهب يقول مسألة تحريف القرآن، وهذه شبهة كبيرة التي تخلي معناها عندنا إخواننا أنا في تونس مثلا ساعات نناقشوا، بما أنه ما عندناش تعصب احنا في تونس، مش كيف برشا بلدان أخرى ما تنجمش تناقش في المسألة هذه. أنا في تونس تحس وكأنه معناها ما عندناش تعصب هذا، فكنت مع أصدقائي معناها نطرح برشا بعض مسائل بعد استفساري أنا، فكان معناها الشبهة الأكبر والشبهة اللي تخلي معناها مذهب أهل بيت، انا هذه ملاحظتي لكونه ما يوصلش بعض اناس اللي ما تكونش عندهم ثقافه مذهب البيت، هي مساله تحريف القران. فاول ما تحكي عليه مذهب اهل البيت قلت لا، المذهب هذا يقول مساله تحريف القران، فلهنا تحس وكانه قد غلق الباب ولا تستطيع بان معناها تدخل في نقاش مع هؤلاء. فحبيت انا معناها لانه الاخوان هذوما ماكش باش تنجم تحكي لهم بروايات موجوده عند في كتب الشيعه، والا ماذا قال علماء الشيعه، لا يصدقونك. فلذا فلا بد من البحث في مصادر سنيه،
في مصادر سنية وفي علماء عندهم وزنهم اللي هما تنجم تقنع بهم معناها الخيانة ذوما. فكانت هي مسألة معناها تحريف القرآن هي أكبر شبهة. مسألة زاد تأليه الأئمة يعلمون الغيب وزواج المتعة ومسألة الخلاف على الإمامة. هذه معناها المسائل اللي صارت شبهات كبيرة. فوددت أنا معناها كوني نشوف من السنة والجماعة من معناها خلاف هذا الرأي اللي يجي يقول معناها ويكون موضوعي عنده طرح موضوعي ويقول بأن هذا المذهب لا يقول مسألة تحريف القرآن. فكان معناها المثال وهو معناها عالم كبير معناها اللي هو تطرق المسألة هذه تطرق لها العلامة محمد الغزالي في كتابه دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين. هو تعرض للمسألة هذه. أنا كيفاش عرفت المسائل هذه ولا الكتب هذه ولا كذا؟ البداية كانت بكتابة تيجاني سماوي، كذلك بعديك معناها كانت بمناظرات. استمعت معناها ونصحكم بالرجوع المناظرات اللي قام بها معناها الدكتور عصام العماد معناها، وعنده طرح موضوعي وطرح جيد للغاية. كذلك كثير من المناظرات التي تبدأ عندك مناظرات موجودة، كذلك مناظرات متاع اللي صارت في المستقلة. فوجدت هذا العلامة وقت اللي نسأل أنا أصحابي فهمت بأن معناها الأكثرية في تونس أشاعرة. حتى الخط الوهابي لم ينتشر في تونس، وجزء قلة قليلة من الخط الوهابي وليس موجودة كثير في تونس، وإنما هم كثير الأشاعرة. فهم كان معناها يعتبرون محمد الغزالي من العلماء اللي يعتد برأيهم. فجبت لهم الكتاب هذا موجود هو على الانترنت، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين. وكان يقول في هذا الكتاب بأن الإمامية الاثنى عشرية لا تقول بمسألة تحريف القرآن، وكان الرجل موضوعي في الطرح متاعه، وكان يقول بأن هذه المسألة هي روايات وجدت عند الفريقين، عند الفريق الأول اللي هو الإمامية الاثنى عشرية، وكذلك وجدت روايات اللي هي موجودة في عند أهل السنة والجماعة، واللي معناها فيها شبهات اللي معناها القرآن صار فيه تحريف. ولهنا معناها نلقى معناها محمد الغزالي اللي هو يقول لي كونه هذا المذهب لا يقول مسألة التحريف. وبعد كمان ثم كتاب آخر معناها للعلامة علي القراني هو اسمه قرآن علي، أنا ننصحكم بالرجوع إليه. معناها فيه المصادر الكل متاع المصادر السنية اللي تقول بتحريف القرآن. إذا هذه الشبهات معناها الشبهة هذه بعدنا عليها، وحتى في نقاشاتي مع الأخوان معناها استعرفوا إذا هذه الشبهة، وإنما الشبهة هذه وردت واشتغلت عليها معناها السلطة، أخفت الروايات اللي هي تحكي على تحريف القرآن عند أهل السنة والجماعة، وبقات كانت تثير في الشبهات بالروايات الموجودة عند السنة. وكان أكثرية الطرح متاع سواء حسين الله ظهير وإلا الطرح الأخير متاع عبد الملك الزغبي وقت اللي كان طرح مسألة تحريف القرآن، فكان طرحه غير موضوعي وما يحكيش على الروايات اللي موجودة معناها حقيقة عند أهل السنة والجماعة. ومن هنا معناها تسقط الموضوعية وتسقط الثقة العلمية عند بعض الشيوخ وقت اللي يبدأوا يحكيوا على مذهب أهل البيت. معناها حقيقة ما ثماش لا ثقة ولا ثماش معناها موضوعية طرح. تعديت المسألة الثانية مسألة تأليه الأئمة. مسألة تأليه الأئمة يقولون بأن الأشياء الإمامية هم يؤلهون الأئمة، وبالرجوع معناها للعلماء المتقدمين والمتأخرين تبين بأن الإمامية الاثنى عشرية تقول بتأليه الأئمة. وبالرجوع إلى الموقف الشهر الثاني وهو معناه يعتبر مرجع في تبويب الفرق كذلك من المتأخرين، وهو كذلك هذا أشعري معناه نشوفوا محمد بن الزهرة هذا يفرق ما بين الإمامية الاثنى عشرية وما بين الفرق المغالية. يقول دونك ثم كانت فرق مغالية، لكن الفرقة أو المذهب الإمامي الاثنى عشري لم يقل بمسألة التأليه. إذا الخلاصة لا المتأخرون ولا المتقدمون يقولون بأن الإمامية يؤلهون الأئمة، ولا المذهب أهل البيت يقول بمسألة تحريف القرآن. مسألة بعديك المسألة الشبهة اللي بعد هي الأئمة يعلمون الغيب. الشبهة هذه كيف بتجاوب عليها؟ الأئمة يعلمون الغيب، كيف أن الأئمة يعلمون؟ ونحن لا نقول أن الأئمة لا يعلمون الغيب، وإنما هم يعلمون جزءا من الغيب الذي أطلعه الله على رسوله، والرسول من بعد أطلعه للإمام علي. وهكذا هذا العلم تورثه الأئمة صلوات الله عليهم، والله على كل شيء قدير. وأكبر دليل على ذلك معناها القرآن. لأننا ما نحتاجوش روايات، نحتاجون القرآن كان صريح وضرب المثل متاع سيدنا خضر كيف أنه كان يعلم الغيب في رحلته مع موسى عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى هو الغيب في مفهومه الشامل لا يعلمه إلا الله، وإنما الله سبحانه وتعالى يعلم الصالحين ويعلم الأوصياء ويعلم الأئمة بجزء من الغيب. كيف سوف تعرف
الناس كيف سيعرفون أن هذا معصوم أو أن هذا إمام؟ إنما ربك سبحانه وتعالى يعطيه كرامات، منها هي الاطلاع على جزء من الغيب وليس الغيب كله. هذه كانت كذلك شبهة أخرى. الشبهة الأخرى اللي كونهم هم يرمون مذهب أهل البيت اللي هو مذهب يجيز الزنا بزواج المتعة. حتى في المسألة هذه معناها الإخوان الكل معناها ظهر لي بحثوا فيها، اللي مسألة تحريم زواج المتعة أحاديث كلها متضاربة. حديث يقول حرم في خيبر، حديث آخر يقول حرم في الفتح، حديث آخر يقول من أحاديث أكثريتها متضاربة، وبحديث صريح في مسلم. فهذه الحديث صريح يقول بأنه عمر هو الذي حرم زواج المتعة، وهو حرم الجماع بين العمرة وبين المتعة. هذه كل كانت بالنسبة لنا نحن معناها بالرجوع إلى المراجع السنية. فكانت معناها حتى الطرح، أنا تبعت المناظرات فمعناها ولا تبعت معناها الكتب اللي معناها تعرف مثل أهل البيت، وكانت معناها المصادر كل مصادر سنية أحقاق للحق، كلمة حق تقال، لكون حتى المراجع الكل كي نرجع أنا موجودة في البخاري وإلا في مسلم ولا في الدرر المنثور ولا، فكانت في كلها موجودة إحقاقا للحق. وأنا نحب أن أنا نقول لبعض الخيان اللي الانترنت هذه اللي موجودة اليوم معناها هي تمثل حجة على أي إنسان يحب يبحث عن الحقيقة، لأن الكتب متوفرة والحمد لله، واللي يحب يرجع واللي يحب يبحث عن الحقيقة فبالسهل الممتنع. كانت قبل أناس معناها باش يبحث على الحقيقة نجم يعدي عمره كامل هو يبحث على الحقيقة ولا يستطيع الوصول إلى الحقيقة، إنما اليوم الحجة معناها موجودة عنا. وهذا ربك سبحانه وتعالى معناها المذهب هذايا تحس وكأنه ربك سبحانه وتعالى خدمه بالشيء هذايا معناه. فنحاول باش نستغلوها الانترنت معناها في حاجات تفيدنا في ديننا، مش معناها بعض الخيان معناها دخلنا في موضوع يستغلوا فيها معناها في حاجات اخرى والعياذ بالله. بعد ما تبينت لي مذهب اهل البيت هو يعتبر مذهب يجوز التعبد عليه. تويك المرحله الثانيه كانت عندي انا هي المرحله سوف ابحث في طرح هذا المذهب، بما اني انا معناها تيقنت اللي هو مذهب واللي هو يجوز تعبد عليه، واللي هي فرقه من المسلمين واللي هم معناها مش كيف الطرح نتاع احسن الله ظهير اللي كفرهم. دونك توك سوف نبحث في طرح هذا المذهب بكل معناها موضوعيه ونحسن الظن. أول ما بدأت المسألة هي الخلاف الكبير اللي أدى إلى السنة واللي أدى معناها إلى مذهب أهل البيت، والخلاف هذا الكبير تكسار الخلاف من الإمامة. فكي نرجعوا احنا نجو نشوفوا معنى خلاف الإمام، ما ثم حتى صحابي ذكرت فيه فضائل كيف ما ذكرت في الإمام علي، ما ثم حتى صحابي اسكت بالنسبة لي أنا، وحتى كان سامحوني في اللفظة بالفرنسية، هل أن هذه الفضائل كيف ما ذكرها الرسول في الإمام علي هل هي كانت فضائل اعتباطية لمجرد ذكرها؟ اليوم السنة تشيعوا، أدركوا السنة يا عباد الله، السنة تشيعوا. والله يا أخوان ما خطر على بال الإنسان واحد سني يصير شيعي، واحد سني أبا عن جد مضروبة يعني أصوله في عمق البادية، ولد حمو يصير شيعي. وشون يصير شيعي ما نعرف. تشييع 10,000 مصري بالكويت، وأنا كنت في الكويت. المصادر الأمنية فقط واصل العدد عندها للي شيعوا من المدرسين والعمال المصريين 10,000. مولاي علي مولاي علي مولاي علي علي مولاي علي مولاي علي مولاي علي علي أنت أميري منذ الغدير والنص واضح جلي، رغم الحسود رغم الحقود مولاي باق علي.